العام في القسم الثاني. اول مره الفريق يطلع تحت رئاستك الى القسم الثاني. بصراحه يعني كن معايا صريح، هل ناس تصلوا بك من اجل انه بعض الحكام ولا بعض رؤساء النوادي عرضوا عليك مباريات مقابل اموال طائله بلا ما نسميوا الاسماء؟ نعم انا ما نسميش الفصل. شوف بنكونوا صراحه امام الله، بس الخوف من ربي زعيم هذا يكرهوه لانه صريح. كما قال لك سي عبد المجيد وانا نثبت لك، يعني ما كان لا نكذبوا لان كلش باين. دوكا باه يقول لك واحد ما شريتش. انا زعيم عبد الباسط العام اللي فات 7 ملايين شاري لي ماتش بعد طلعت الناسيونال دو. نقولها بكل تبارك الله احترامي، الله برافو، ونقولها للانصار اللي يسبوا في الزعيم يسبوا له في امه. علاش راهم يروحوا اليوم يقولوا الزعيم يسرق في الدراهم ويدي في الدراهم؟ نقول لهم الزعيم ما سرقش، زعيمكم ما حطش امواله. انتم 4-5 سنين راكم في الناسيونال ويعلم هذا واش قاعد نهضر. واليوم اللي خربكم تطلع شاري وخرج لكم يطلع يشري، ومستحيل في الشرق في اللاماتير تطلع ايكيب بلا شري. اقسم بالله اللي ما يشريش ما يطلع، اقسم بالله واقسم بالله. يعني وحاجه اخرى نقولها لك، سامحني سياحي، نوكل ربي يعني قلبي مفلق، نوكل ربي اللي قال الزعيم بعد ماتش الحراش، نوكل ربي اللي يقول باع التلمسان راهم يسمعوا. انا قدام 40 مليون، انا قدام 40 مليون نقول له انا لا نهار بعت لي سمعنا وي قالوا لي وجابوا لي اموال وعرضوا علي اموال كبيره، لكن ما نتهمش. ولكن علاه نلوموهم يا ناس. انا ربما كون جيت مازال لي 3 بوان عطلها كنت نشري. انا اسمع كون جات 3 بوان وراح يلعب مع مقر ويسلف نقولوا هم مليار ونبيع او سيستم تلعبها نبي رسول الله على اليوم جينا رانا كارهين. انا ما جيتش لازم باه نشري ونبيع. انا سامحني واش قلت؟ انا قلت نشري في اللاماتير، انا 7 ملايين اولادي حطيتهم باش نشري طلعت 6 مليار. والله 7 ويعلموا يا اخي ليك لابا معنا هو على بالو يعلم كلش تاعي. حبس هذه باسكو علاه كي نقول لك نجري، حبس ليكيب هذه بتفلق هذه، هذا طلع هذا والناس كلها خرج كان يشري تقول تكسروني الزعيم في الكتينه. يعني هذا لونجاج ما كانش ما على بالوش به. انا نخاف من الله سبحانه وتعالى، خوف من ربي